هيا بنا نسمي الله. بس عايزكم في الأول خلي معاكم كده ورقة وقلم حلوين، أو نوت بوك وقلم كويسين، عشان في كلام كبير هيتقال النهاردة، كلام مهم. وعايزكم إن شاء الله كده تحطوا كل تركيزكم. أشرب بس كده قليلا من الماء. بس يعني عندي نية إن يعني اللي هيتدفق يتدفق، فمحدش يقول لي بقى إيه أي حاجة. ممكن تلاقوا بعض المعلومات غريبة عجيبة مجنونة عادية، أيا كان استقبلوا وانفتحوا للرزق. ويا رب ربنا يجعل كل هذه الداتا سبب في وفرة وفتح ورزق ويسر في حياتكم جميعا. طبعا كله بقى جاي النهاردة ايه، هنعد بقى وهنعمل فلوس والدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. ويا رب تبقى كده بأيسر مما تظنون. بعض الناس هتكون جاهزة، وبعض الناس هتريزيست شوية، وبعض الناس هتشوف ده يعني كلام من كوكب المريخ ولا من كوكب آخر، أيا كان. استقبلوا الداتا بقلب منفتح. خليني بس في الأول أحكي لكم حدوتة صغيرة يمكن بعضكم ما يعرفهاش عني. أنا واحد من الناس، لم أكن هذه الشخصية على الإطلاق. أنا كنت راجل مهندس ميكانيكا لذيذ ظريف جميل، بروح الشغل الصبح وبرجع بعد الظهر، وأحيانا كنت بشتغل ورادي وحاجات زي كده. وقعدت كده 15 سنة بعمل في مجال الهندسة، وبعدين تقاطع مع مجال الهندسة إن أنا دخلت بقى مجال الوعي والحاجات السبiritual. الناس منكم اللي بتحضر يعني سواء سلطان الأسماء أو مفاتح أو وعي الأنبياء وحاجات زي كده. ولكن بعضكم ما يعرفش هو أنا ليه أصلا عملت الحتة دي. يعني أنت راجل مهندس، إيه اللي جابك من سكة الهندسة تدخل تقعد تكلمنا في الوعي ومش في الوعي؟ ما تخليك في الميكانيكا بتاعتك وتشوف معادلاتكم وقصصكم. إيه اللي حصل؟ يعني في أكتر من قصة حصلت معايا، بس كان أهم قصة إن في عام 2015 عملت حادثة بالسيارة بتاعتي، وكانت حادثة عظيمة جدا جدا جدا. توتال لوس، كنت لسه جايبها زيرو، وكنت بجري بالعربية على سرعة 170. ما تتخضوش يعني، عادي. هذا الرجل اللي في سلام وبيكلمنا عن السلام والهدوء لم يكن هذه الشخصية. عايزكم تطمنوا إن الحياة ممكن تتغير، يعني تمام. فاللي حصل حاجات كتير، مش عايز اعرض لكم صور لان بعض الناس بيبقى عندها هذه الصور يعني مش احسن حاجه. فده احدث فيرجن مني، والحمد لله ده برضه فيرجن ظريف، واللي قبل كده كان فيرجن كويس. فكان في جزء هنا فقدته من راسي، وفي هنا الحته دي لو بعضكم يلاحظ دي كانت حفره، كان في حرق من الدرجه الثالثه، وحصل كسر في الترقوه، وحصل يعني من المواقف الطريفه. والترقوه الناس اللي يعني ليها في مجال الطب وحاجات زي كده، فكان التركوة مش بتتجبس. يعني التركوة ربنا يعافي الجميع لو اتكسرت ملهاش جبس، انت بتفضل يعني معلق ايدك بطريقة معينة وتحاول ما تحركهاش علشان يحصل الالتئام تاني. فوانا رايح اشيك واعمل الاشعة بعد مش عارف قد ايه، يعني يمكن 3 اسابيع شهر اكتر شوية مش فاكر يعني. فالدكتور قال لي الحمد لله الترقوة يعني لحمت، والضلعين كمان لحموا. قلت له هو كان في ضلعين؟ قال لي ايوه كان في ضلعين مكسورين ضمن الباكج. يعني كان في حاجات ضربت في السكة وحصلت وانا ما كنتش اعرف. قعدت يمكن 9 ايام في المستشفى وعملت عمليات كتير اللي حصل ان بعد هذه الحادثة اني ما كنتش بقدر اسوق سيارة او عربية، تمام، ولا اقدر اقعد جنب حد بيسوق. تخيلوا بقى حجم المعاناة اللي ممكن تحصل في حياة بني ادم، انك بتبطل تركب عربيات، خلاص حياتك مش هيبقى فيها عربيات. فاي مشوار عايز اروحه يا اما كنت بلغيه، يا اما كنت اشوف هقدر امشي قد ايه عشان اوصل المشوار ده. ما اقدرش اركب عربية ولا اقدر اقعد جنب حد بيسوق عربية. وقتها كنت بقالي مثلا بعض السنوات بعمل للناس جلسات، وكنت دارس يعني حاجات برضو خاصة بالطاقة والكروماتيك والبرانيك هيلينج. كنت ساعتها يعني في القصة دي متعمق شوية، بس ما كنتش بشتغل من وعي ان انا مجرب. يعني انا بشتغل في حد عنده مشكلة تعالى اساعدك، بس كنت منفصل شوية عن ايه، يعني اللي عنده المعاناة يعني. فقلت يلا يا ايمن بقى، جات لك الفرصة يا جميل انك تورينا بقى شطارتك. ده كلام معايا كنت بقوله لنفسي، بس انا بقوله قدامكم دلوقتي. انت بقى مش بتقول نفسك هيلر تعرف تعمل الصدمات وتحررها والكلام الجميل ده؟ يلا اديك في صدمة محترمة، لا عارف تسوق عربيتك ولا عارف تقعد جنب حد بيسوق. خلاص يعني جربت وضغطت على نفسي
اول ما العربيه تتحرك وانا قاعد جنب حد اقول نزلني، مش قادر. انا مش الشخصيه دي، في حاجه حصلت. فضلت اشتغل بقى بالتكنيكس اللي كان ربنا رزقني بيها في هذه المرحله، وتماما عديت الكلام ده، والحمد لله جبت عربيه تانية وخلاص، يعني القصه انتهت تماما. بس اللي طلعت بيه بعد هذه القصه، ان انا بدات اصدق ان انا ربنا اداني شيء بيغير حياه البشر. انا شخصيا كانت حياتي عطلانه، حياتي واقفه. مش لازم الصدمة دي تكون عند حد عشان عمل حادثة، في ناس عندها صدمات أخرى وحياتها حرفيا حصل فيها شيفت، حياتها اتغيرت. أنا مش قادر أعمل كذا، بطلت أعمل كذا، بخاف أروح أعمل كذا، بخاف. في ناس عندها مشاكل في الأسانسيرات، في ناس عندها مشاكل في إنها تتجوز، في ناس عندها مشاكل في وات ايفر. صدمات 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 وقفت الناس في حياتهم. فلما قدرت أطبق اللي ربنا رزقني بيه عليا بعد تجربة أنا كنت حاسسها وعديت منها، ده حطني في حتة ان اولا صدقت في اللي عندي. صدقت ان انا ممكن يكون ربنا حاططني في ميشن وفي رسالة في هذه الحقبة الزمنية عشان احدث تغيير في حياة الناس، ايا كان مين هي الناس اللي هيفيدها هذا الكلام. بس انت جربت شيء وصدقته. زائد ان بعد هذه التجربة لما بقيت بتعامل مع الناس، ما بقيتش بتعامل معاهم وانا منفصل عن الوجع. انا خدت في الوجع، فانا فاهم كويس قوي 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 يعني انت بتقاوم، وفاهم كويس قوي يعني انت بتتألم، وفاهم كويس قوي يعني انت خايف، وفاهم يعني انت في فوبيا، وفاهم انت بيحصل لك ايه، وايه اللي معطلك هنا، وايه اللي موقفك هنا، وازاي تعدي الحتة دي. ويمكن ده في وقته كان يبدو انه شكله مش حلو، حادثة ومش عارف معلق حاجات وعامل حاجات وقصص وقعدت فترة طويلة. بس بعد ما مريت الحمد لله بالتجربة دي، أنا فعلا فعلا بشكر ربنا مليار مرة إنه مررني بهذه التجربة. وده كتير بيحصل في حياتي. ليه بقول الكلام ده؟ لأني اكتشفت يا جماعة إن ناس كتير، كتير بمعنى كتير، عندهم قيم عظيمة، وعندهم وعي محترم، وصارفين على نفسهم في سواء كليات، جامعات، كورسات، ايا كان المجال اللي هو بيطور فيه نفسه او بيقدم فيه خدمة ونفع للناس. ولكن مش مصدق ان اللي عنده قيمة، اللي عنده ممكن يحدث تغيير في حياة الناس. انه بيخاف من المال، بيخاف من الفلوس، يعني المال وسيلة. هصدمكم بعض الصدمات النهاردة وخلي عندكم كده يعني اتساع نفسي، علشان هنتكلم في كام نقطة لو فهمناهم بعمق وبدأنا فعلا فعلا نطبقهم في حياتنا هيحصل شيفت في حياتكم. سواء انت كنت حد عندك بيزنس، او كنت حد بتقدم قيمة، او كنت حد في وظيفة ما وعايز ترتقي فيها. اول قاعدة محتاج تفهمها ان كل الكلام، بلاش كل، ان كتير جدا من الكلام اللي اتقالك عن المال هو كلام مش حقيقي. ومعظم البرمجة اللي فيها الوعي الجمعي عن المال هي برمجة مش صادقة، مش حقيقية. معظم الناس يا إما بيشوف المال هو سبب فساد الناس وسبب ضياع الناس واللي بيفرق الناس عن بعض، والمال مجرد وسيلة وليس هدف، والمال مش عارف إيه. أول معلومة محتاج نفهمها عن المال أن المال أولا حروفه ميم ألف لام، وهي حروف ألف لام ميم. معلش خلي عندكم ساعة عشان أنا هقول كلام ممكن يبقى صادم للبعض. أوكي؟ المال ميم ألف لام، والقرآن بدأ بألف لام ميم، ما بدأش بكلمة ألم. ألف لام ميم. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف ليه تردد طاقي، كل حرف ليه ذبذبة معينة. فكلمة مال ما اسمهاش مال علشان يعني لأ، وألف لام ميم ما اسمهاش ألف لام ميم عشان يعني لا، هي جت صدفة، جت تشابه، لا. كل حرف ليه طاقة وليه باور. فانت لما تبقى اصلا رافض المال، بتخانق مع المال، بتقلل المال، حاطط احكام على المال، لا 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 ما بحبش اخد مال. وبقى عندنا معتقد رهيب جدا، انا ما اعرفش بصراحة المعتقد ده جه منين واحنا ازاي صدقناه بهذه الشراسة، اللي هو لا دي مش هاخد فيها فلوس، دي لله. طيب واللي بتاخد فيه فلوس ده ايه؟
لا ده مش لله، ده ما اعرفش لايه بصراحه. يعني الحاجه خليها لله، يعني فور فري، مش فلوس، مش فلوس، دي تبقى لله. طيب يعني لو حد بدلك مال في برودكت انت بتقدمه، في قيمه انت بتقدمها، لا دي خلاص ما بقتش لله. ايوه يعني ايه مش عارف. واحنا مصدقين تصديق عميق جدا في هذه المعلومه، ان لا لله يعني فور فري. انا ما اعرفش ازاي. فانا محتاج افهم الاول ان في كميه لخبطه محطوطه. حاجه كمان مهمه جدا محتاجين نفهمها، ان المال طاقه انثويه. يعني ايه؟ الناس اللي اخذت معايا كورس ريست، او الناس اللي حضرت معايا الريتريت اللي كان لسه في بالي، اتكلمنا بعمق في الحته دي في الطاقه الذكوريه والانثويه. بس ان شاء الله ممكن يحضر راوند السنه الجايه في ريست او في الريتريت لما نعيده. طاقه انثويه يعني ايه؟ يعني المال مش بيقود، المال بيكون تابع. هو بيحب يبقى تابع. مش معنى كلامي ان الست تابع، بس الأنثى بتحب الذكر اللي بياخد قرار، اللي بياخد أكشن، اللي بيسوق الحياة، اللي عايزة تحط راسها كده على كتفه وهي واثقة فيه. مش معناها انها ما عندهاش مهارات في القيادة، هي عندها مهارات في القيادة ولكن بطريقة أنثوية. مش هتبحر في الحتة دي دلوقتي. فالمال طاقة أنثوية. يعني إيه؟ عايز حضرتك تقول لنا إيه بالكلمتين الحلوين دول؟ يعني لو حضرتك عايز فلوس، الفلوس هتطلع عينك. طب إيه الكلام اللي مش راكب على بعضه ده؟ يعني أنت لو بتعمل حاجة عشان عايز تاخد منها فلوس، عايز تاخد منها أموال، التارجت بتاعك أجيب منها إزاي مال، ده معناه إن المال بقى هو القائد بتاعك، هو التارجت. لكن لما انت بتعمل حاجة وبتحط فيها قيمة وموافق ان يتم مبادلة القيمة دي ليك بالمال، بيتحول المال لتابع ليك، فالمال هيجري وراك. اقول كمان، لو انا عندي نية ان الداتا اللي انا بقولها، ان الوعي اللي انا بعمله، ان البرودكت اللي انا بقدمه، انا حاطط فيه فعلا قيمة عشان لما يدخل حياة الناس فعلا حياتها تبقى كويسة. بس ده مش فور فري، هو هيدخل حياة الناس اللي فعلا محتاجاه، وهيتبعني المال نتيجة القيمة. فأصبح المال تابع لك، ما أصبحش المال هو التارجت. ليه بقول كده؟ لأنك لو ما ظبطتش الحتة دي مبكرا، قدام الدنيا هتفتح عليك فتح كبير وبفلوس وأموال كتيرة، وهتتنازل عن القيم عشان انت عايز مال. وده اللي بيحصل، ان انا ممكن ابقى انفلونسر محترم جدا واطلع ابقى عندي شو وابدا اعمل اعلان على برودكت مش هدخله بيتي ولا اكله لعيالي ولا عمري اكله، بس هعمل كده علشان هيدوني فلوس حلوة. في اللحظة دي انا ما بقتش قائد على المال، انا بقيت تابع للمال. هذا المال هيطلع عينك. اوكي. اللحظة اللي أنا بكون فيها واعي، معظم الناس يا إما بيجري ورا المال، يا إما بيقدم قيمة ومش عايز قصادها مال. والاتنين عندهم خلل. الاتزان إن حضرتك تعرف إزاي تقدم قيمة وتفتح المسارات إنك تستقبل المال. لأن تاني، طول ما أنا واعي إن أنا اللي بقود المال، خليني أقول لكم سر ضخم في المال. المال مش بس طاقة أنثوية، المال طاقة أنثوية حيية وطاقة نارية. يلا النهاردة رزقكم واسع واستقبلوا. يعني إيه؟ يعني المال مش أنثى عادية، هي أنثى حيية. يعني أنثى علشان تعرف تخليها تدخل حياتك لازم تعرف تتعامل معاها كويس. تخيلوا إن في أنثى بتتكسف، فأنت بقول لك يا بنت تعالى بنت عايزك في حوار. يعني ايه يا عم في ايه؟ ما يعني نتكلم كده بطريقة. هي أنثى حقيقية بس في نفس الوقت طاقة نارية. يعني هي أنثى حقيقية ولكنها قوية جدا. يعني ايه؟ ده السبب اللي كتير من الناس ما بتفهموش، انك لما بيدخل حياتك اموال ما بتطقش، لازم اصرفها بسرعة، لانها نار، مش اي حد يعرف يحتفظ بيها. هي طاقة نارية، فانت عايز تخلص منها، سواء ان انا فاهم ايه اللي انا بشتريه او انا مش فاهم ايه اللي انا بشتريه. انا عايز اخلص وخلاص من الفلوس دي، المال اللي دخل ده باسرع وقت اخلص منه، علشان ارجع لنفس الرقم اللي انا مدرب نفسي بستقبله. اول ما توصل للرقم ده تاني تبدأ ارتحت. مهما دخلك اموال هتصرفها، هتتصدق بيها، هتديها لاي حد، المهم ما تبقاش معايا، المهم اخلص منها.
اخلص منها باسرع وقت ممكن، لانها طاقة نارية، مش اي حد يعرف يحتفظ بيها. علشان كده التعامل مع المال محتاج وعي. ما ينفعش تقول لي انا لما اجي اتعامل مع الانثى انا بدي الانثى حريتها وبقول لها اللي نفسك فيه اعمليه. يبدو ان المعلومه لذيذه، بس انا بوعدك ان هذه الانثى مش هتحبك. ايه ده يعني؟ ما تديش للانثى حريتها؟ مش معنى انك تدي الانثى حريتها انك هتديها حريتها بطريقه توصل لها انك مش فارقه معايا، فاللي انت عايز اعمل ايه؟ انا فاتح لك مساحه الحريه، بس انا الليدر. يعني ايه؟ عارفين كده؟ ليه لما بتروحوا، الناس اللي عملت هايكنج او الناس اللي راحت اماكن فيها مناظر طبيعية، لما تلاقي في جبال وبيتدفق ما بينها كده المية او شلالات المية، ليه بتحس كده بحالة يعني ممتعة؟ لان في طاقتين هنا متزنين. الطاقة الذكورية طاقة الرسوخ والثبات والجبال، وطاقة المية طاقة أنثوية بتتدفق. بس لو الجبال قالت خليك على راحتك احنا هنمشي، مش هنقف هنا، خدي راحتك، فالميه دي هتتشتت تتشتت 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 لغايه لما تتبخر. لكن هي بتستمتع انها بتتدفق بحريتها ما بين الجبال. فلوجود الطاقه الذكوريه، لوجود الليدر، لوجود القائد، انا بعمل على راحتي. اكن في حد عنده بيت ملوش جدران وبقول له خليك على راحتك. ما ينفعش. انا محتاج هذا البيت في مساحة مارس فيها حريتك، بس هذه المساحة ليها جدران واضحة. نفس القصة، المال ليه أعمدة أساسية. اللي ما بيفهمش هذه الأعمدة في الغالب هيكون في وعي الفقر. خليني أقول لكم بصراحة يا جماعة، معظم الناس، وتاني خليني قبل ما أقول كده خلي عندكم سلام نفسي في اللي هقوله، علشان ممكن ناس كتير تتضايق من الكلام ده. الفقر أحد البرمجات اللي مهم إنك تعديها. الله ما اسمهوش الفقير، الله اسمه الغني، الله اسمه الواسع، الله اسمه ذو الفضل العظيم، الله ما اسموش الفقير. فأي دعوة لتمجيد الفقر هي دعوة في العمق مش نورانية. نقول كمان، ناس كتير متبع لها فكرة الفقر والفقراء يا سيدي على عيننا وراسنا، بس الفقر دايما بيدعوك انك تنقبض، تتقلص. شوفوا البيئات الفقيرة، هتلاقيهم وشوشهم منكمشة وكتافهم نازلة وحياتهم فيها ضعف. الله عز وجل ما بيدعوناش للفكرة دي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله بيدعو إلى الاتساع الواعي المتدرج. والناس اللي معايا في سلطان الأسماء اسم الله اللطيف، في تدرج في الاتساع. بس مش انت قاعد تقل 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 تنقبض تنقبض تحت فكرة اسمها دينية، انك تبقى انسان متواضع. متواضع مش معناها قليل، متواضع معناها انك واخد وضعك. نقول كمان، متواضع مش معناها قليل، متواضع يعني انت في وضعك الطبيعي، ولكنك بتتواضع لاستقبال المزيد اللي لسه مش عندك. كتير من الناس بتبيع فكرة أتواضع، يعني أنت حضرتك بتعرف تعمل دي؟ لا والله مش يا سيدي أنت شاطر فيها، ما تقول أنا شاطر في كذا. أنا شاطر ليه ما بتقولش كده؟ علشان يعني دي فضل ربنا. أيوة فضل ربنا اظهره. قول انا اشطر حد في الحتة دي، انا ممتاز جدا، انا ربنا رزقني رزق واسع في المساحة دي. لما حضرتك بتقول كده انت بتطلق دعوة للي محتاج هذه الخدمة انه يجي لك، بدل ما يتمرمط وتطلع عينه عند ناس ما عندهاش هذه المهارة، وبعدين يكتشف ان انت كنت شاطر فيها. طب ما قلتلناش ليه؟ والله قصدك حضرتك يعني الواحد بس مش عايز يا سيدي بين، حبيبي بين. ربنا عز وجل من أسمائه الحسنى الشكور. وعي الشكر إنك تظهر النعم. والناس اللي أخذت هذا الاسم معاه في سلطان الأسماء المستوى الأول، إنك تكون من الشاكرين، يعني نعمك ظاهرة. أوكي؟ إنما ربنا يرزقك نعمة تظهرها. وأما بنعمة ربك فحدث. حدث مش بس معناها تحدث،
حدث معناها updating، اجعلها حديثة. حدث النعمة، خلي النعمة دايما updated. انت النعم هتحب تدخل حياتك.